بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما في إطار تربية الدواجن، في إطار مشاريع تربية الدواجن. إخوان الكرام، مرحبا بكم معنا في قناتكم أنفوداج. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدثوا على مشروع تربية الدواجن، والمحتوى ديالنا الإخوان كما كتعرفوه راه كيهضر دائما على مشاريع تربية الدواجن، مشروع إنتاج الكتكوت، مشروع إنتاج البيض إلى غير ذلك من المشاريع المتوفرة داخل مشروع تربية الدواجن. في اطار ان شاء الله تعالى غادي يكون عندنا سلسله تعليميه في مجال صناعه الفقاصات، وغادي يكون عندنا سلسله تعليميه ان شاء الله تعالى في مجال تربيه الدواجن، وسلسله كذلك تعليميه في مجال تربيه الكتكوت ومجال انتاج البيض وجميع المجالات المتعلقه بالحيوانات باذن الله. اليوم ان شاء الله تعالى في اطار هذا مجال صناعه الفقاصات غنتحدث لكم اليوم على المنتوجات اللي يمكن لكم انكم تحصلوا عليها، ويمكن لكم ان توفروها باش انكم تصنعوا فقاصات لاجل يعني راسكم، نتوما تصنعوا فقاصات لراسكم باذن الله. الاخوان الكرام المبتدئين، اي واحد راه كيبغي يبدا المشروع ديالو، يبغى يبدا بشي حاجه قليله، ضروري كيكون عنده راس المال كيكون صغير قليل، وخاصو باش يطور المشروع ديالو بشويه بشويه، وكيحتاج لواحد الماتيريال اللي هو قليل وصغير ورخيص باش يبدا المشروع ديالو بشي حاجه اللي قليله ويصغب فقاصه راسو. ان شاء الله تعالى في اطار السلسله اللي جايه غتكون هي سلسله تعليميه في انتاج، يعني في انتاج الفقاصات بشتى انواعها وبجميع الانظمه، نظام الالماني، نظام الدفعات، نظام دحرجه، نظام كذا، اي نظام غادي نطرقوا ان شاء الله تعالى في السلسله التعليميه باذن الله، وغادي تكون ان شاء الله تعالى كتوفر على اكثر من 20 فيديو باذن الله، وتتبعوا معنا الحلقات كامله. بالنسبه الاخوان كتشوفوا هنا بزاف ديال الماتيريال، نتوما لكن الناس المبتدئين راه ما يعرفوهمش، قد يكونوا ما كيعرفوهمش. هذا الماتيريال الاخوان اللي تحتاج الفقاصه هو عباره عن جهاز كيضبط الحراره، وجهاز كيضبط الرطوبه، وواحد الفونتيلاتور اللي كتنشر الحراره داخل الفقاصه، يعني كتهوي الفقاصه كامله، كتوصل الحراره لجميع انحاء الفقاصه. كتحتاجوا كذلك لواحد الباطو اللي كيهز البيض، يعني واحد الرافع ديال البيض فين تحطوا البيض ديالكم، سواء كان البيض ديال البيبي او ديال السمان او ديال الحجل الى غير ذلك من انواع البيض. كتحتاجوا كذلك الموتور ديال التقليب اللي هو واحد الجهاز كيقلب البيض يمين ويسار على حسب اما بنظام الدحرجه او نظام 45 درجه. كتحتاجوا كذلك لواحد الجهاز الهوموديفيكاتور اللي كينتج البخار. هادشي الاخوان كنقولوا للناس المبتدئين، الناس اللي معانا، الناس اللي قدام وعارفين هادشي هذا، يعني ما كاينش ما يحتاجش انه يتفرج في هذا الفيديو هذا، حتى الفيديوهات ان شاء الله تعالى اللي جايه باذن الله في السلسله القادمه باذن الله. الاخوان نعطيكم نبذه على الاجهزه كاملين دابا اللي كاينين في الحلقه الاولى من سلسله صناعه الفقاصات. الحلقه الاولى بسلسله صناعه الفقاصات غنعطيو نبذه تعريفيه عن جميع الاجهزه اللي يمكن لها توفر في السوق ويمكن لك تخدم بها، وضروري خاصها تكون موفره عندك. بالنسبه للاخوان، الجهاز نتكلموا على الجهاز اللي كينظم الحراره وكينظم الرطوبه وكينظم التقليب وكينظم استخراج الهواء الزائد، الحراره الزائده كذلك الى غير ذلك من، يعني واحد العقل مدبر اللي كيكون داخل الفقاصه، اللي كتكون عباره عن كوفوز، كتكون كوفوز مثلا، كتكون بحال الثلاجه او صندوق كبير. كنخدموا فيه واحد الجهاز اللي كيخدم هاد الخدمه هذه، يعني كيعطي الحراره، ماشي هو اللي كيعطي الحراره، هو كيضبط الحراره وكيضبط الرطوبه وكيضبط التقليب وكيخرج الحراره الزائده داخل الفقاصه والى غير ذلك. يعني فيه بزاف د المميزات، وان شاء الله تعالى نطرقوا للشرح ديالهم في هذا الفيديو هذا باذن الله. اول جهاز اللي كيتوفر على جميع يعني هاد الانظمه اللي ذكرنا دابا، هضرنا على هضرنا على الحراره والرطوبه والتقليب واستخراج الحراره الزائده، هو جهاز اكس ام 18. جهاز الاكس ام 18 هذا جهاز شامل كيخدم الفقاصات من 100 بيضه حتى ل 500 حتى ل 1000 بيضه حتى ل 2000 بيضه. هذا جهاز واحد يمكن له يخدم لك، واحسن جهاز متميز موجود حاليا في السوق هو الاكس ام 18 دو كارت. كاين فيه جوج انواع، كاين اكس ام 18 كارطه وحده
كاين اكس ام 18 دو كارت. هذا الجهاز هذا متميز جدا، كيضبط نسبة الضبط، يعني كيضبط الحرارة، ما كتكونش نسبة الغلط كبيرة، يعني الحرارة كتكون 0.0 شي حاجة نسبة الغلط. فبالتالي كيكون نسبة التفقيس مزيانة في الفقاصة. داكشي الاخرين نطرقوا ليه الحرارة، كيفاش نخدموها، يعني كيفاش نضبطوها داخل الفقاصة، وكيفاش نضبطوها في الجوانب ديال الفقاصة، كيفاش نضبطوا التهوية الى غير ذلك ان شاء الله تعالى في السلسلة القادمة. بالنسبة للاخوان كما قلت لكم، هذا الجهاز هذا بروميير هو الاول المستعمل، يعني كيخدموه المعلمية بزاف، هو هذا الاكس ام 18 دو كارت. جهاز متميز جدا. الشكل ديالو كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مع حساس ديال الحرارة كتشوفها، هو كيجي معاه حساس ديال الرطوبة كما كيبان لكم، كيجي معاه واحد الكتالوج ديالو طريقة الاستعمال، كيجي على هذا الشكل هذا الاخوان دو كارت، كيجي على هذا الشكل كما كيبان لكم. بالنسبة لطريقة الاستعمال وطريقة التركيب ان شاء الله تعالى راه عندنا فيديوهات، ومع ذلك مازال ندير لكم فيديوهات باذن الله حتى اخرين على طريقة ديال التركيب ديالهم باذن الله. صافي الاخوان، هذا الجهاز الاول اللي تحدثت عليه. عندنا جهاز اخر اللي كيشبه له تقريبا، هو زد ال 7318 اللي هو هذا جهاز كذلك كيشبه لهذا الاكس ام 18، هو بمميزات اخرى، يعني فوتوكوبي تقريبا بحال هو من شركة ليلتك الاخوان كما كيبان لكم هنا. ها هو هذا جهاز اكس ام 18، هذا رخيص شويه على هذا، الثمن ديالو ناقص شويه كما كتشوفوا الاخوان. مره كينزل شويه الاخوان بالنسبه للاثمنه، راه مره كينزل مره كيطلع، بعض المرات هذا كيكون طالع. هذا النهار الاول راه كان طالع في الثمن، النهار الاول كان طالع بزاف في الثمن، ومن بعد عاوتاني نزل هادشي في الثمن. شي الاخوان هنا كيجيكم هاد المميزات كما كيبان لكم هنا الاكس ام 18. هذا زد ال 7318، هذا زايده فيه لوبسيون غير ديال الليد، ان الليد هنا الليد باش كتشعل بولا داخل الفقاصه زايده فيه. صافي الاخوان، هذا جهاز اخر كما بينت لكم هنايا، كيجي مع الحساس الحراره ديالو والحساس ديال الرطوبه كاين هنايا. بالنسبه للاخوان كما قلت لكم كيجي مع الكتالوج، ها هو هنايا. هادو جوج اجهزه اللي وريتكم دابا فيهم الحراره والرطوبه والتقريب، يعني كلشي، واستخراج الحراره الزائده داخل الفقاصه فيها الاكستراكتور، بلاصه فين تركب الاكستراكتور، بلاصه فين تركب الهوميديفيكاتور، بلاصه فين تركب مصدر الحراره، بلاصه فين تركب مصدر الرطوبه، مصدر التقليب كذلك. اخوان هادو هما الاجهزه اللي قلنا لكم. بالنسبه للاجهزه الاخرين ندوزو مع العجله باش ما نطولوش في الفيديو بزاف. كاين هذا الجهاز هذا الاس تي سي 1000، كاين الاس تي سي 1000، كاين الجهاز ديال 30 الاس تي سي 30، كاين الاس تي سي 1000 اول حاجه، والاس تي سي 1000 بلاتي نشوفو. هذا هما الاخوان الاس تي سي 1000، هذا كيتحكم فقط في الحراره. اس تي سي 1000 راه معروف عند الاخوان كاملين، كيتحكم فقط في الحراره، والثمن ديالو مناسب الناس اللي بغاو يصغبوا الفقاصه ديالهم شي حاجه على قد الحال. الصعوبه يضبط غير الحراره ديالو، الرطوبه يدير غير بطويصه ديال الماء، والتقليب يدير مانويل. هذا كافي، هذا الجهاز كافي لهذا الغرض، هذا قاضي الغرض. الجهاز كذلك هنا عندك الاس تي سي 3000 يعني 62 3062، هذا فيه الرطوبه والحراره الاخوان، هذا فيه الرطوبه والحراره، رطوبه وحراره. هذا يمكن لك تزيد معاه الهوموديفيكاتور، ضروري تزيد معاه هذا الجهاز ديال الرطوبه، جهاز الرطوبه باش كتحكم في الرطوبه داخل الفقاصه. هذا جهاز كيتحكم في زد ال 62 31، هذا كيتحكم في الحراره وفي الرطوبه، كتحكم يا ربي في الحراره وفي التقليب. هذا جهاز شركه متميزه، تا هو زواون، جهاز واعر فيه كيتحكم في الحراره. دابا نطرقوا على كل واحد على صله. هذا كيتحكم في الحراره والتقليب كما كيبان لكم، حراره وتقليب.
هذا الجهاز اللي ما كيعرفوش الاخوان هو جهاز رفع الرطوبه داخل الفقاصه. هو كيعمل على تبخير الماء داخل الفقاصه، فبالتالي كيرفع الرطوبه. هذا كيتسمى اوموديفيكاتور. خلاص هادو الاجهزه الاخرين خوتي ديال التسخين، هادو بوحدهم نخليهم من بعد دابا نهضروا عليهم. عندنا هنايا واحد الجهاز اللي هو بسيط صغير ورخيص، كيبغيو الاخوان بزاف. الثمن ديالو كيتعدى 120 درهم. هذا الاخوان ديال الحراره، كيضبط الحراره داخل الفقاصه، يعني او كيضبط الحراره داخل الحضانه ديال البيض. يعني من بعد ما تخرج البيض كيخدم مع لي بولاد دانفراريوشي الا بغيتي تسخن الحضانه، ولا كيخدم مع مصدر الحراره اللي غادي يكون داخل الفقاصه. يمكن لك دير فقاصه صغيره بهذا الله يجعل البركه، ودير تقليب يدوي ولا موديفيكاتور دير الطويصه ديالهم الله يجعل البركه. هذا الثمن ديالو 120 درهم. بالنسبه للاخوان الاجهزه الاخرين دابا نتطرقوا لهم في الفيديو الاخر ان شاء الله تعالى. هذا الفيديو هذا باذن الله يكون مختصر وقليل باش تعرفوا يعني الاجهزه اللي خاصكم باش تخدموا الفقاصات ديالكم. نتمنى ان شاء الله تعالى تستافدوا معنا في هذه الحلقه هذه بهذه الاجهزه الاولى اللي ذكرناكم. ان شاء الله تعالى الحلقه الثانيه غادي نهضروا على يعني الاجهزه الاخرى اللي تحتاجوا في التقليب وفي نظام الدحرجه وانواع ديال الباطويات اللي تحتاجوا الى غير ذلك باذن الله. والمهم الحلقه انتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى في السلسله اللي قلت لكم هي سلسله صناعه فقاصات. اصنع فقاصتك بيدك، يعني المهم نديروا سلسله صناعه فقاصات. ونتمنى ان شاء الله تعالى يخليكم هذا الفيديو هذا باحسن حال، وتسناونا الفيديو الجاي باذن الله. يلا تشاو تشاو.